انا زعلانه منكم. فين اللايكات والكومنتات؟ يعني انا جايبه لكم قصه من حياه الرسول عليه الصلاه والسلام، ما يتعملهاش 10,000 لايك وما تجيبش 10,000 مشاهده؟ ده ينفع؟ ينفع؟ رد عليا، ينفع؟ الفيديو ده احنا قصه جديده عن حياه الرسول والصحابه، لو ما جابش 10,000 لايك تحرين. 10,000 لايك، اتفقنا؟ لايكات، كومنتات، شير كتير عشان الرساله توصل. مش انت وصلتك الرساله؟ بعتها لحد تاني عشان توصله الرسالة. ويلا نبدأ. الحديث ده مشهور بحديث حنظلة رضي الله عنه، أو معروف بحديث ساعة وساعة. تعالوا مع بعض نشوف الموقف حصل ازاي، وإيه كان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا حنظلة كان ماشي في الطريق، قابله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في الطريق. قال له عامل إيه؟ يعني أخبارك إيه يا حنظلة؟ قال له كيف أنت يا حنظلة؟ يعني عامل إيه يا حنظلة؟ أنت إيه، كويس تمام؟ حياتك عاملة إيه؟ سؤال طبيعي، يعني اتنين بيسألوا لبعض. بس الإجابة كانت صدمة. سيدنا حنظلة رد وقال له نفاق حنظلة. فسيدنا أبو بكر اللي هو أنت بتقول إيه؟ لا أنت من خيار الصحابة تتهم نفسك بالنفاق ليه؟ أنت نفاق ليه؟ إيه اللي حصل؟ فاستغراب سيدنا أبو بكر قال له كيف تتهم نفسك بالنفاق وأنت من خير الصحابة؟ يعني اللي هو تعجب. هو قال له سبحان الله ما تقول، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ليه بقى سيدنا حنظلة قال على نفسه كده؟ لانه قارن نفسه بين حالتين: حاله وهو قاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاله وهو قاعد في البيت. وهو قاعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول بيكلمهم في الجنة والنار والإيمان. من كتر إيمانهم بيبقوا شايفين الجنة والنار بعينيهم، من كتر اليقين اللي هم بيبقوا قاعدين فيه. فقال له إيه بقى؟ عند رسول الله نكون، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رؤى العين. يعني هو بيكلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجنة والنار كأننا شايفينها بعينينا. وفي الحال التاني بقى لما بيروح البيت: فإذا خرجنا من عند رسول الله عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. يعني هو شايف نفسه عشان بيبقى قاعد في مجلس علم إيمانه قوي قوي، بس أول ما بيروح البيت يقعد يهزر مع عياله بقى ومراته ويشوف اللي وراه من شغل زراعة، أحواله، عنده مشكلة بيتلهي فيها. فهو شايف نفسه ان هو منافق. ازاي ابقى مؤمن قوي كده في مجلس الرسول، وازاي لما اروح البيت اتشغل كده عن الايمان وما افكرش فيه وما افكرش في الجنه وما افكرش في النار ازاي وهزر كده مع عيالي ومراتي ف واتشغل بتجارتي وفلوسي والمشاكل اللي عندي، طبيعي زي اي حد بيتفرج عليا دلوقتي، صح؟ مش انت برضو كده لما بتبقى قاعد في مجلس حلم بتبقى مبسوط قوي ولما بتسمع قرآن بتبقى سرحان كده في جمال الجنة؟ بس أول ما بتقفل مثلا القرآن الكريم، أو بتروح من مجلس العلم اللي انت كنت فيه، بتتلهي، صح؟ فكان رد سيدنا أبو بكر الصديق إن هو نفس الحال. إيه ده؟ ما قالوش لا لا عادي انت مكبرها لا. سيدنا أبو بكر قال له إيه ده أنا كمان كده، انا كمان كده. انا فعلا ببقى في المجلس حاجه، ولما بروح البيت
بتشغل بحياتي فقال له ايه بقى؟ فوالله إنا لنلقى مثل هذا، يعني أنا ببقى زيك. اعترف سيدنا أبو بكر الصديق وهو يعني من أفاضل الأمة، يخشع خشوعا تاما في مجلس النبي ثم ينشغل بأمور الدنيا. فقال له ايه بقى؟ فانطلق معا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشتكي إليه هذا الأمر. راحوا يسألوا بقى الرسول عليه الصلاة والسلام، احنا بيحصل لنا كده ليه؟ هو احنا منافقين؟ فقال له حنظلة لما روحوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال له نفاق حنظلة يا رسول الله. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ ايه اللي خلاك تقول كده؟ ليه بتقول ان انت منافق؟ عليه افضل الصلاة والسلام. فقال له سيدنا حنظلة ليه بيقول كده؟ ان هو بيبقى في العلم، في مجلس العلم بحال، ولما بيروح البيت بيبقى حال تاني. فالرسول عليه الصلاة والسلام عالج الموضوع بحكمة وبرحمة. قال له هذا ليس نفاقا، بل هي طبيعة البشرية، القلب يتقلب. النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتكى سيدنا حنظلة وقال ان هو بيحس بالنفاق، الرسول قال له والذي نفسي بيده إن لو تداومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرق. يعني لو انتوا فضلتوا على الحال ده كنتوا هتبقوا بتقابلوا الملائكة في الطريق. يعني الحال اصل انت طبيعي، انت انسان، انت مش ملاك، فطبيعي ان انت القلب بيتقلب. سبحانك يا رب. لو انت فضلت في الحالة اللي انت فيها في مجلس العلم، الملائكة هتشوفك تسلم عليك، هتبقى قاعد في سريرك الملائكة تعدي عليك كده تسلم عليك. فطبيعي اللي انت فيه ده امر طبيعي، لان انت انسان، انت مش ملاك، ومش مطلوب منك ان انت تبقى ملاك، انت انسان. وقال ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، كررها عليه الصلاة والسلام 3 مرات عشان يأكد لسيدنا حنظلة ان انت لازم تبقى طبيعي كده، ما تحسش ان انت منافق، لا انت زي الفل، هو ده الطبيعي. شوفوا بقى سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا حنظلة وسيدنا أبو بكر كانوا متضايقين ازاي ان هم انشغلوا عن العلم بالدنيا. في حديث تاني للرسول عليه الصلاة والسلام، هقرا لكم الحديث بالظبط، وسامحوني انا يعني معايا فون تاني بقرأ منه لان انا مش بحضر قوي يعني. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل السنبلة تميل أحيانا وتقوم أحيانا. يعني إحنا كبشر زي السنبلة اللي واقفة في مهب الريح كده، لو فضلت واقفة والريح جت شاطتها وهي صلبة كده هتتكسر، لكن لازم تبقى حبة كده وحبة كده، تميل وتستقيم، تميل وتستقيم.